السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ أنا عبير ودي قناتي، والنهارده بإذن الله هنعمل الفطاير الهايلة التحفة دي. يلا بينا نشوف المقادير. حطيت هنا 3 كوبايات دقيق، الكوبايات المعيارية أو بأي مج عندك. حطيت كمان معلقة لبن جاف، ويا ريت يكون لبن نيدو، بصراحة طعمه جميل جدًا. وحطيت كمان معلقة صغيرة بيكنج باودر، وحطيت معلقة خميرة، ونزلت بمعلقة نشا. أنا شُفت الفطير ده بصراحة على قناة مغربية وعجبني جدًا، فقُلت أشاركه معاكم. ونُص معلقة ملح، يعني حطيت كل المقادير الجافة مع بعضها وقلّبتها كويس. وبعد كده هانزل بكوباية مَيّة. أنا الدقيق بتاعي ال3 كوبايات دي خدوا مني كوباية وربع مَيّة، فأنتِ حسب الدقيق بتاعِك، تمام. هنعجنهم زي كل مرّة بالمعلقة، وبعد كده نستخدم إيدينا عشان نحس بالعجينة كده ونشوف محتاجة إيه وعايزة إيه. أيوه، عامةً كده الفطاير دي بتكون طرية. بعد ما أملّك العجينة كويس، بُصّوا احتاجت هنا معايا إيه، ضِفت ربع الكوباية، بقى كده عندي كوباية وربع من المَيّة على ال3 كوبايات دي بتوعي. بعد ما عجنتهم كده جِبت معلقة سمنة كبيرة، معلقة زبدة. لو ما عندكيش سمنة أو زبدة ممكن تحطّي معلقتين زيت، وتلمّي العجينة بتاعتِك كده وتكون طرية، وباسيبها تختمر طبعًا عشان حاطة لها الخميرة حوالي نُص ساعة. أهم حاجة تضاعف حجمها معاكِ وتحطيها في مكان دافي. أهي ما شاء الله شايفين بعد ما اختمرت كده، هافش خمرها طبعًا واطلّع الهوا منها، وبعد كده هاقطّعها لمجموعة من الفطاير زي ما أنتِ عايزة، الحجم اللي أنتِ عايزاه. أنا قطّعتها ل6 منهم، 4 كبار و2 صغيرين كده، قُلت أعملهم لنفسي يعني إيه، من غير زيت، عشان هي الفطاير دي هتتقلي في الزيت، تمام. يا ريت لو عجبكم الفيديو إن شاء الله تشتركوا عندي وتفعّلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ولايك وتعليق حلو منكم كده بإذن الله. قطّعت الفطاير بتاعتي كده وهافردها كده حوالي قرص صغنّن، هاقطّعهم كده واريّحهم بس كده بإيدي زي كده. وبعد كده ابتدي بأول واحدة قطّعتها هافردها، هاخلّيها حوالي، يعني مش هافردها أوي ومش هاخلّيها تخينة أوي، لإن كده هاسيبها إيه، بتاع 5 دقايق ترتاح كده تاني قبل ما أقليها، بُصّوا زي كده يعني. وبعد كده أفردها كلّهم نفس الطريقة واغطّيهم بالفوطة لحد ما إيه، يختمروا شوية. وبعد كده إن شاء الله هاقليهم معاكم. يا رب الفيديو بس يعجبكم وأكون ضيفة خفيفة على قلبكم وتستفيدوا مني ولو معلومة صغيرة إن شاء الله. الفطاير دي بتنفع بقى، يعني عايزين ولادِك ياكلوها بالجبنة، عايزة تعمليها لهم حلوة، براحتك خالص، تمام. بعد ما فردتهم كلّهم كده هاغطّيهم، تمام. وأول ما تحسي كده إنه يعني تضاعفوا شوية، هنبتدي بقى بزيت كده نسخّنه، وبعد كده نهدّي النار، وآجي في النُص كده وأعمل إيه، خُرم كده في النُص عشان الفطاير إيه، ما تنتفخش منّي ويبقى ليها إيه، قشرة، لأ عشان أنا عايزاها زي العيش كده، كلّها كده منمّنمة وحلوة إن شاء الله، تمام. واحرصها بقى كده على النار وأهدّي النار طبعًا علشان ما تتحمّرش منّي ويكون إيه، من جوّه نيّة. لأ، أنا عايزاها كلّها تكون مستوية كده ومش شاربة زيت إن شاء الله، وهتعجبكم جدًا. دي بقى ممكن في أي يوم ما عندكيش عيش، في أي يوم ما عندكيش خبز يعني، يستخدموها بقى يفطروا بيها، يتغدوا، يتعشوا براحتك خالص. ممكن بجبنة، ممكن تعمليها حلوة تحطّي لها عسل وزبدة، ممكن تحطّي لها صوص شوكولاتة، كراميل، براحتك خالص. بُصّوا كده ما شاء الله حلوة إزاي واحمرِت، أطلّعها بقى على مناديل ورق، تمام كده، عشان لو كانت شاربة زيت، بس هي صراحة مش شاربة زيت ولا حاجة، هي جميلة جدًا ما شاء الله. هابتدي بقى أحمّر كلّه لحد ما أخلّص كل الكمية اللي طلعت من ال3 مقدار دقيق دي، وزي برضه ما عملت في أول فطيرة خلّي بالي. بُصّوا ما شاء الله حمرا إزاي، تحفة. ما تكتّريش سكر كتير علشان ما تحمرش منِّك وتكون نيّة من جوّه، لأ، إحنا عايزينها إيه، حمرا من برّه ومستوية من جوّه، منمنمة وحلوة كده زي العيش، زي الفطاير، حاجة حلوة أوي. أنا بُصّي دي بقى أنا عملتهم كده، دول 2 عملتهم برضه بإيه، من غير نقطة زيت، زي ما أنتم شايفين الطاسة فاضية خالص، هاعملهم إيه، صحيين بقى ليّا يعني من غير ما أقليهم ولا أحمّرهم ولا حاجة، على الطاسة على كده بس. شايفين ما شاء الله حلوين إزاي والنار هادية إزاي. بُصّوا بقى كده خلّصت الكمية بتاعتي، شايفين الطريان والجمال، بصراحة تحفة، خلصوا في ثواني. بُصّوا الجمال، حاجة بسم الله ما شاء الله يعني، منجزة وتنفعِك في أي وقت، في أي لحظة ما عندكيش. عايزين بقى ولادِك يحشوها جبنة، ياكلوا جبنة، مربى، عندِك صوص شوكولاتة، عندِك عسل، عندِك أي حاجة يحبوا ياكلوها على كده برضه طعمها تحفة بصراحة، ما شاء الله جميلة جدًا. بُصّوا الجمال، حاجة كده من الآخر. جرّبوها إن شاء الله وادعوا لي دعوة حلوة من قلوبكم كده، ويا ريت تعليق حلو منكم يفتح نفسي ويخلّوني إيه، أكمّل معاكم. دول بقى إيه أصحاب الدايت يعني من غير زيت خالص، أو اللي مش حابين ياكلوا حاجة مقلية يعني، حاجة خفيفة طبعًا لينا إحنا، بس بسم الله ما شاء الله برضه طعمها جميل على فكرة.
بصوا انا صراحه ايه كنت عايزه اضيف لها كمان شمر وينسون، بس المره الجايه ان شاء الله بعملها واضيف شمر وينسون. بصوا الجمال حاجه من الاخر. لو ما عندكيش بقى فرن ولا الانبوبه خلصت ولا الكلام ده، سريع سريع كده على البوتاجاز، سهله جدا وجميله جدا. اتمنى تجربوها يا رب. ما تنسوش بقى تعليق حلو منكم زي ما قلت لكم. انا هحط هنا عسل عشان الولاد على الفطاير المقليه ديت، اما بتاعتي براحتي بقى. تمام. لو كان عندي صوص شوكولاته كنت حاطط لهم، او كراميل برضو، وممكن حليب محلى مكثف. المهم يعني هم طعمهم يمشي مع اي حاجه بصراحه، هم خرافه. معلقه عسل كده على الوش تحفه. ولو برضو حبيتي تقطعيها وتحشيها لهم جبنه او مربى برضو، ماشيين شغالين في اي حاجه بصراحه. بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال حاجه من الاخر يعني، تحفه. يا رب تجربوها وتعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله.